سائق الأجرة في اليابان يشتكون من أشباح في سيارتهم. تخيل أنك سائق سيارة أجرة في إيشينوماكي اليابان، وجاء إليك أحد الركاب الشباب وطلب وجهته، حيث يقول أنه يريد الذهاب إلى منطقة مينامياما. ومن المعروف أنه لا أحد يذهب إلى تلك المنطقة منذ أن تعرضت لكارثة تسونامي. على أي حال، وبعد سؤالك عن وجهة الراكب، يرد عليك الراكب بسؤال آخر: هل أنت مت؟ وعندما تقوم بإيصال هذا الراكب وتنظر خلفك في السيارة لا تجده. الراكب الشبح. على ما يبدو بأنه مشهد مألوف بين سائق سيارة الأجرة في إيشونوماكي، والتي تعد واحدة من المدن التي تأثرت بشكل كبير من زلزال تسونامي في عام 2011. وقع زلزال توهوكو وتسونامي في مارس من عام 2011، وقد أسفر عن مقتل ما يقرب 16,000 شخص وإصابة أكثر من 6,000، وكان 2572 شخص في عداد المفقودين. قام طالب الاجتماع يوكا كودو بالتحدث مع 100 من سائقي سيارات الأجرة المختلفة. 7 منهم قالوا أنهم واجهوا الراكب الشبح الذي طلب الذهاب إلى المكان، وعند الوصول لم يكن يتواجد في السيارة. ويقال إن معظم هؤلاء الأشباح هم من الشباب والشابات. نظرية كودو تقول إن الشباب الذين لقوا حتفهم جراء الزلزال يشعرون بالإحباط لأنهم لم يجدوا الحب في الحياة لسبب ما، فإنهم يظهرون لسائق سيارات الأجرة. ومع ذلك فإن سائقي سيارة الأجرة لا يبدون أنهم خائفين من هذا الأمر في الواقع، فإنهم يتجهون بهم إلى مقصدهم بكل سرور. وبعد مشاهدتك للفيديو، هل تمتلك الشجاعة الكافية لتخوض المغامرة ولتشتغل في هذه المنطقة الغريبة؟ وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، وليصلك كل جديد اشترك الآن.